انا ازيك يا عم؟ ازيك يا تيسير؟ اتفضل. ازيك يا دينا؟ ازيك يا بابا؟ جدو انت برضه شفت الرجل النبي؟ شفته حبيب جده. طب لما تشوفه تاني قول له نظام بيحبك قوي قوي قوي. ماشي يا حبيبي. ممكن تسيب لي بابي شويه؟ خده خالص يا جدو. ماشي يا نظام. لما جده يروح وحياة امك لينا كلام تاني. اتفضل يا عمي. اسمع تيسير، انا عارف ان انت لما بلغت الاعلام النهارده كان قصدك تساعد. طبعا يا عمي، الموضوع كان فعلا اكبر من امكانيات الشرطه، والراجل العنابي كان ممكن يحلها في ثانيه. تمام. ويمكن اللي انت عملته ده ساعد على الحل فعلا، لكن ده للاسف مخالف للقوانين. ارواح الناس والامن الوطني ما فيهوش قوانين، الرحمه فوق العدل. ده مخالف للقوانين، عشان كده الشرنقوطي وقفك عن العمل وحولك للتحقيق. وقفني عن العمل؟ وانت سبته يا عمي؟ اسف معلش. يومين 3 وترجع شغل تاني. عموما هو بينسى بسرعة، بس المهم لازم تيجي معايا تقابل الشرنقوطي بيه النهارده. حاضر يا عم، بس عايز اطلب من حضرتك طلب. انا عايز الموضوع ده يفضل سر بيني وبينك. ما ينفعش يا تيسير، لانك مش هتنزل الشغل واكيد هياخدوا بالهم وممكن يعرفوا. بابي هو كده هيبات معانا النهارده، انا عايز جدو يبات معانا. يبات معانا النهارده؟ طب بقول لك ايه يا حبيب بابي، ها؟ ما تروح كده تقعد على حجر جده وتقنعه انه يبات معانا النهارده. يلا. اقنعه يا نظام يا حبيبي عشان مش مقتنع. هيفضل سر ولا ايه؟ ايوه هيفضل سر، والنبي هيفضل سر. خلاص يا نظام، جده اقتنع. انت وحشتني قوي 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 يا بطه. انا ما كانش بيجيلي نوم وانا بعيد عنك الفتره اللي فاتت. بس يا بكاش، ده انت ما اتكلمتش معايا الا مره واحده بس، لحقت ازاي؟ في ناس تقابليهم مره واحده بس بيغيروا لك حياتك كلها. بجد يا منعم؟ بتتكلم بجد ولا بتكذب عليا؟ معلش اعذرني، الفتره اللي فاتت كلها كان عندي مشاكل في البيت. ولا يهمك، انت صوتك حلو قوي بجد، وانت كمان صوتك حلو قوي، وبعدين اسمك كمان بيعجبني قوي. كل ما انطقه على شفايفي اقعد اقول منعم بتبسط قوي. اسمي حلو. منعم. تعرف ان انا كان عندي جد اسمه منعم؟ كنت بحبه قوي. كان كل ما يجي البيت ياخدني على دراعاته ويقعد يهشتكني. فعلا احساس جميل قوي ان الواحد يتهشك، وخصوصا لما اللي يهشكه يبقى شخص بيحبه. مالك يا منعم؟ ليه صوتك بقى حزين كده؟ ايه ده؟ عرفت منين اني حزين؟ انا حساسه تجاه الناس اللي بحبهم. على فكرة انت شخصية حساسة قوي. ميرسي. انا كده حساسه تجاه الناس اللي انا بحبهم. ارجوك ما تغيرش الموضوع. ليه انت صوتك بيتغير لما بتسمع سيره التهشيك؟ بلاش تدوسي على الجرح اللي فيا يا بطة. فضفض يا منام. لو مش هتتكلم معايا هتتكلم مع مين؟ ما تخافش، سرك في بير. وانا كمان ارتحت لك قوي، بس مش عايز اتكلم في الموضوع ده بالذات. يا منام ارجوك قولي، متضايق ليه من سيره التهشيك؟ هل وانت صغير كان حد بيهشتكك فرفعك لفوق بدل ما يتلقفك بدراعاته وسابك تترزع على الارض نافوخك يتفتح؟ عشان كده كل ما بتيجي سيره التهشيك اعصابك بتتهز. الموضوع مش كده خالص بطة، انا عايز اقابلك. ليه؟ عايزني اهشتكك؟ عارف يا حضرة الضابط يعني ايه تبلغ وسائل الاعلام ان الكارثة اكبر من امكانيات الشرطة؟ لان الكارثة يا فندم كانت يا فندم ايه؟ ده تهنيلة كانت لازم تقعد عليك ساعة ما ولدتك. انا ارفض يا فندم ان حضرتك تخش في تفاصيل عيلتنا، ورايح كمان تستغيث بالعنابي مش كده؟ يا فندم مصلحة المواطن وامنه وسلامته فوق كل اعتبار. انت هتعلمني بقى مصلحة المواطن وامنه وسلامته مش كده؟ انت موقوف يا حضرة. لحد امتى يا فندم؟ لحد ما اموت. يبقى ان شاء الله الوقف مش هيطول. اخرس يا تيسير. عملت اللي في دماغك يا باشا؟ انا والله العظيم ما هسكت.
قابل بقى. فاروق بيه ده بيقول لي قابل. أو ساعتك ما سمعتش قابل مين؟ منهم اتأخرت ليه يا منهم؟ أنا قاعدة مستنياك على نار بقالي 7 دقايق عمالة أبص حواليا شمال ويمين. بص عشان ما تتلخبطش، أول ما تخش من الباب هتلاقيني على الشمال وأنت داخل من ناحية اليمين، ولابسة أسود، وفي المنتصف في فيونكة يخترقها فص ألماظ. ما تتأخرش. أوكي. ازيك؟ في ايه؟ أنت جاي في حتة غلط. انا منعم يا بطه. أنت تايه يا حبيبي. انا منعم منعم مين؟ بتاع النت. نت؟ ايوه. أنا ماشي. استني ارجوكي. إيه؟ اسمعيني واديني فرصتي. اسمع ايه يا حبيبي؟ روح دور على مامتك جايبه لك بطاطس محمره وعايزاك تلعب في حديقه الاطفال. ايه اللي معادك هنا مع الكبار؟ ارجوكي اسمعيني وصدقيني ان انت مش هتندمي خالص. ده انا هندم. انا اخاف امشي معاك ياخدوني تحري. انت تحت السن القانوني. برضه مصرة تتريق عليا وتسخري مني وتصغريني. اصغرك اكتر من كده ايه؟ انت بقيت من دور ونادي. انا خايفه اصغرك تختفي. لحد امتى هنفضل نحكم على الناس بشكلها؟ لحد امتى هنفضل عنصريين؟ ايه المشكلة ما واحد صغير يحب واحدة كبيرة، واحد طويل يحب واحدة قصيرة، واحد كلب يحب واحدة قطة، واحدة قزمة تحب واحد قزم. ايه المشكلة؟ اوباما العبد الاسود بقى بيحكم امريكا يا بطة. انت عندك حق، بس انت فاجئتني، ما اديتنيش فرصه عشان استعد للحظه دي. بس انت غررت بمشاعري وخليتني اتعلق بيك لدرجه ان انا مش قادره ارفضك. ابدا، انا ما ضحكتش عليكي في اي حاجه، انا كنت صادق في كل كلمه. افتحي لي قلبك عشان افتح لك قلبي. انا مش هفتح، انا هوارب، وبعدين لما اثق فيك اكتر من كده ممكن افتح الباب. بس انت صغير قوي يا منعم. طيب يا عم المزعج. مين ده؟ أبلة سلمى. ازيك يا عصفور؟ ايه هتسيبني واقفه على الباب كده؟ لا العفو يا أبلة سلمى. اتفضلي يا أبلة سلمى. اتفضلي يا أبلة سلمى. انت عرفتي عنواني منين؟ جبته من كريك. معلش بقى البيت ديزاينه قديم. ولا يهمك يا عصفور، انا جبت لك معايا اكل عشان يبقى عيش وملح. انا عارفه ان انت زعلان مني من ساعه اخر مره، بس والله لو تعرف انا مضغوطه ازاي في الشغل. انت عارف ان صريح بيه طردني امبارح من القناه؟ طردك ازاي بس يا أبلة سلمى؟ ما انا لسه شايف الحلقه امبارح وكنت انت اللي بتقدميها عادي. ما هو ما كانش لسه يعرف ان الراجل العنابي بيشتم فيه، بس اول ما قلت له رفضني. لا حول ولا قوه الا بالله. مفتري قوي صريح الفيل ده. والله مفتري. انا خلاص مستقبلي ضاع. ده انا بجري على كوم لحم اخواتي وامي المشلوله. مشلوله ازاي بس يا أبلة سلمى؟ ما انا كنت لسه عندكم في البيت وكانت